وعليكم السلام ورحمة الله. هذه البنية المباركة تقول: عمي الشيخ لاباس عليك؟ ممكن تعطيني دليل ديال باللي ماشي عيد المولد النبوي الشريف؟ شي دليل باش نوريه للناس. أولا بنيتي الطيبة المباركة، أقول لك: إقناع الناس أمر غير سهل، خصوصا إن كانوا قد درجوا على هذا الفعل دهورا طويلة وأزمنة عديدة. يعني بالدارجة، إلا كانوا بنيتي الناس واحد الحاجة كيديروها وكيديروها وكيديروها صعيب باش ترديهم عليها، صعيب. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ها في الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. عافاك وليدي، عافاك لما آمن، عافاك وليدي آمن الله يرضي عليك. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. هضرة خاوية عندكم تيطلبوا فيها، فعلى وليدي لما آمن بالله الله يرضي عليك. على هضرة خاوية. هادشي قالوا القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينطق، لا ينطق عن الهوى، كلام الله سبحانه وتعالى، أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فصعب. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، قيل لابن المبارك، عبد الله ابن المبارك: هل تعرف من ينصح؟ فقال: وهل بقي من يقبل؟ وهل بقي من يقبل؟ فصعب باش تقنع الناس، ولكن ليس صعبا والحمد لله أن يثبت المرء على دينه. راه ميسر لينا الله عز وجل، السنة باينة، العلماء الربانيين كاينين، الخير في الأمة، الكتب الحمد لله كعدد رمل عالج، الكتب المعتمدة المعتبرة كعدد رمل عالج، والله لا نقدر على قراءتها. تبارك الله شحال ديال التراث. شوفي شيخ الإسلام ابن تيمية كتبوا شحال د الكتب خلا، شحال د العلم خلا ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كتب كثيرة، ولكن حنا اللي ما تنقراوش. هذه هي مصيبتنا. إن شئت أن تدعى فقيه قوم فطول الكمة مع عم وخوض مع القوم في جدال لا ببخاري ولا بمسلم ولكن بهز ونفض رأس وقول لا لا ولا أسلم. والله ما نتقرع بالله، والله ما نتفاك. اسمحوا لي تنتكلم معكم شوية بعد بهاد الحرقة باش نبين لكم الصورة ديال كي تيفكروا الناس في المجتمع ديالنا مع كامل الأسف. بغيت نقول لكم واحد القضية لأول مرة وسمحوا لي: واش وحدين تياكلوا رمضان ساهل باش تقنعهم أنت في المولد؟ هما تياكلوا كاع رمضان، ديما النهار الأول رمضان ضاربين ليه راسو، بغيتي تقنعهم تاع المولد راه بدعة، هما تياكلوا. راه ما حدك تزيد أنت، ما حدك كتنصحهم وكتبين لهم ما يزدادون إلا ضلالا وطغيانا. ياك في خباركم هذه القصة اللي كنت قلت لكم ديال داك المغربي بحالنا كاع حنا مغاربة الحمد لله، تيسول على موازين. خويا فين جات موازين؟ اش بغيتي؟ بغيت كاينة في الرباط، بغيت ن نفوّش شوية والمشاكل بغيت ننشط شوية. اش بغيتي يا عمي الحاج؟ راه الله تبارك وتعالى حرّم الغنى، والله تبارك وتعالى حرّم الرقص وحرّم المُجون. اش بغيتي يا عمي الحاج؟ وبقى تيقول لي نعم وليدي الله يرضيك، شكرًا جزيلًا، شكرًا. بقى تيقول لي تنتكلم معاكم وجاب لي واحد السيد 2 خبزات، سبحان الله العظيم، 2 خبزات ها هما الكتاب والسنة، سبحان الله، كرم من الله تعالى. جاب لي واحد الوليد عمي ربيع ويعطيني 2 خبزات. تنتكلم بواحد الحرقة بواحد الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وأنا قاعد في واحد الركينة ما عرفني حتى شي واحد فين كاين، ما بغيت الشهرة، ما بغيت يعرفني هذا، راه كون بغينا الشهرة كاع ما كاين ما سهل منا، كاع ما كاين ما سهل منا، راه حتى بيبداو معنا الإخوة المباشر ويبداو يشهروا فيك داك الشي ما ارتحناليش. الشهرة ضريبتها غالية، الشهرة ضريبتها قاصحة. أنت وليتي عندك واحد العجز في دينك وفي عبادتك،
كلشي تيهضر عليه، كلشي تيشوف فيه، كلشي يلاه حضر كلشي. العين حق، تما كان الإنسان باش ما تخبى. وفهاد الناس المسموع في الكيفية الكفاية، علاش أنا بالضبط بنصور راسي وتنهضر علاش؟ ياك المعلومة بغا توصل بغا توصل، والفائدة بغا توصل، اللهم توصل وأنا كاع ما عرفني تا حد. خير ما توصل هو فلان راه في علان راه كذا. وقال لي الله يرحم والدينا واش ما عرفتي فين جات الموازين؟ قال لي عمي اش بيتي موازين راه حرام وراه كذا ياك وليدي هي ويوم القيامه وتصور يجي عندك الدجال، يخرج الدجال ويلقاك انت في موازين، ولا يخرج تقوم الساعه وانت ولا يجيك ملك الموت ولا يا وليدي يا ربي تغفر لنا يا وليدي، عندك الصحه وليدي، يا وليدي كلامك زين وليدي، الله يرضي عليك، لا اله الا الله، الله يدينا في الضوء، الله يغفر لنا. قول لي يا وليدي. نعم عمي. وفين جات موازين؟ هذاك بغى يطرطق ليه الشعرق. قبيله هو تيقول ليه قال الله قال الرسول قال، وهذاك تيقول ليه هي. في الاخر عاود رجع تيقول ليه وفين جات موازين؟ الله المستعان. فاقناع الناس امر صعب، خصوصا اذا كانت العقول ديالهم، الادمغه ديالهم فيها الجفاء، يعني بلغه بين قوسين مكلخين. صعب، صعب باش تقنع الناس، ولكن غايتك هو ارضاء رب الناس جل في علاه. الموت الدور غدا تموت والملائكة فرحانين بك تيزفونك إلى الجنة ولابس التاج وداخل الجنة. شكون هذا؟ راه كان تينصر السنة، هذا راه كان تينصر السنة لله سبحانه وتعالى، هذا كينصر الدين، هذا ما بغى حتى شي حاجة، ما بغى الناس يصفقوا عليه ولا يقولوا ولا كذا، هذا بغى الله عز وجل والرسول والدار الآخرة. ماشي فضل كبير هذا؟ ماشي فضل كبير؟ الملكان رقيب وعتيد كيسجلوا عليك هذا الخير اللي كتقول، هذه الغيره وهذه الحرقه كيسجلوها عليك، كتسجل عليك بانك انت غيور على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، غيور على دين الله سبحانه، انت غيور على السنه، ما يهمكش قنعوا الناس ولا قال يقتنعوا، ما يهمكش، انت كديري اللي عليك، ليس عليك هداهم. وكان الاقتناع يعني بالسهل وشي حاجه اللي دغيا تقنع الناس، راه كون النبي صلى الله عليه وسلم قنع عمامه ابو لهب وابو طالب وماتوا على الكفر، سيد الخلق صاحب الحجه، النبوة والرسالة، مؤيد بالوحي، وما قنعش عمو. نجي انايا نقنع مول الحانوت جاري ولا نقنع؟ صعب. فلذا تنعطيو حنا الأدلة. عيد المولد النبوي هل هو عيد؟ نقول الأعياد تدخل في العبادات، الأعياد كتدخل في العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقربنا من الله سبحانه وتعالى إلا وعلمنا. كاين شي حاجات نعبدوا بها الله سبحانه وتعالى إلا وراها النبي، مالهم يورينا هذه العبادة ديال المولد؟ حيت عيد المولد راه العيد داخل في العباده، علاش هاد العبادات العيد المولد ما وراهاش لنا؟ حيت ما كايناش اصلا، ما كايناش. النبي عليه الصلاه والسلام لم يشرع له ربه جل وعلا يشرع له هذه العباده، فما قالهاش، ما احتفل بها. واخا تواضع، ما بغاش انت وليد تولد وما بغى صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قالش الامه احتفلوا بمولدي. قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وعلمنا الحج كي تيحج وكي تيعتمر وكذا. صلوا كما رأيتموني أصلي، ما لم يقول احتفلوا بمولدي، ما قالهاش. ثم هذا اليوم اللي محتفلين به الناس اللي بيكون غدا ولا بعد غدا راه يوم الوفاة، راه مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فإظهار الحزن كاع إلا كان ولا بد أولى من إظهار الفرح، أننا نجلسوا ونبقاو نصليو على النبي عليه الصلاة والسلام ونتأملوا ونستعدوا. بعثت والساعة كهاتين، راه موت الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين القيامة قد أشار إلى أشير بصبعه هذا السبابة، وتيقول لها أيضا السباحة، هذه السبابة وهذه الوسطى، دار لهم هكا قرنهم بجوج، جمع صباعه بجوج. ها انتم هاد شويه ديال الفرق اللي بين هذا الصبع وهذا الصبع، الا درتي بحال واحد شويه ديال اللي جو اللي بقى، الا درتي هاد بين الصبعان هادو، هاد الشويه اللي بقى هذا طول من هذا بشوي، هاد شويه الطول اللي بين هذا هو اللي بقى وتقوم الساعه.
إذا نستعدوا للساعة ونتحصنوا بالسنة ونتحصنوا بالقرآن ونعلموا وليداتنا التوحيد.